السلام عليكم واهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي. يلا نبدا في الفيديو على طول. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا الفيديو، واعملوا شير لفيديوهاتنا عشان القناه بتاعتنا تنتشر. انا يوميا بنزل لكم على فكره شورتس، هتلاقوها على القناه بتاعتنا. بتكون فيها وصفات سريعه وبتكون فيها حاجات محسوبه السعرات او خلطات تنظيف او ايا كان. لو عايزين تعملوا نسكافيه تقدروا عادي تجيبوا النسكافيه بتاعكم تضربوه بالمضرب بالشكل ده. وانا هنا مش ضايفه له سكر خالص، ضايفه له حتى مش ضايفه سكر دايت ولا حاجه. وبعدين هننزل عليه لبن وميه، فاحنا كده عملنا كأن اللبن يعني كأنه دايت، يعني اللبن بقى مخفف شويه، لان طبعا اللبن لوحده ليه سعرات كتير. كوبايه النسكافيه من الحاجات الظريفه اللي ممكن تشربوها عادي في يومكم، بس ما تكتروش لان في النهايه هو كافيين، غلط ان احنا نشربه كتير. الوصفه الاولى النهارده معانا هتكون عباره عن سلطه، واحنا النهارده بنعمل وصفات حلوه جدا لان في ناس كتير قوي قالت لي طب ازاي واحنا عايزين نبدا معاكي والكلام ده، وحتى وصفات حلوه عاديه تنفع في القناه. السلطه عباره عن كرنب احمر وخيار وجزر وفلفل الوان. السلطه كده ما فيهاش سعرات خالص، يعني لو انتوا حضراتكم ضفتوا عليها الفلفل الالوان قلنا 100 جرام منه ب 31 سعر، الجزر ب 25 سعر، الخيار ب 16، ال 100 جرام منه يعني واحده متوسطه، الكرنب لو كوبايه ب 28 جرام، يعني ما فيهوش سعرات خالص. طيب هنا لغايه هنا انتوا سعراتكم كلها ما خرجتش عن ال 60 سعر ولا حاجه. هل السعرات دي نظام حلو ولا وحش؟ هو نظام حلو بس لو عملتوه صح، لان السعرات ما انا ممكن اخد قطعه مكرونه بالبشاميل واقول انا خدت سعراتي، مع كده هي برضو سعرات بس كتير قوي. طيب الخلطات دي اسمها خلطات دريسنج من عند باب الشام، هي حلوه. في سلطه اورينتال وفي ايطالي وفي سيزر يعني خلطات كتير جدا. انا جبته عشان افهم بس الفكره منه ايه. هو الباكت ب 12 جنيه، فلا سعره الصراحه غالي. وبعدين لما فتحته حسيت ان هو مش متظبط كده في الكيس، تقريبا كان عند قديم عند فتح الله ولا ايه. بتضيفوا له ميه ومعلقه صغيره من الزيت، انا ما ضفتش زيت، ضفت ميه بس. فان شاء الله ان شاء الله انتظروا ان احنا نعمل مع بعض الخلطات دي كلها. طيب انا هنا حبيت اعملها وجبه متكامله، وجبه للغدا، فضفت عليها جبنه حلوم وضفت عليها بيضه مسلوقه. طيب البيضه المسلوقه الواحده السعرات اللي فيها 68 سعر، انتوا هتحسوا في الاول ان انتم ملخبطين، بس لا هي العمليه سهله قوي على فكره. والجبنه الحلوم 50 جرام انا وزناهم يعني قطعتين دول 166 سعر، تخيلوا يعني سعراتهم عاليه الجبنه الحلوم دي. فيبقى الوجبه دي كلها تقريبا بنتكلم في 350 سعر حراري، ممكن تفطروا بيها، ممكن تتعشوا بيها، ممكن كمان تاخدوها على الغدا وتضيفوا لها قطعه فراخ بقى وتحسبوا سعرها. هنعمل اول وصفه مع بعض، هنعمل مع بعض ان شاء الله وصفه حلوه قوي هتعجبكم. هنعمل اللي هي القراقيش اللي هي شفتوها معايا، او البسكوت اللي هو الحادق ده. انا هنا حطيت كوبايتين من الدقيق، الكوبايه الواحده فيها 120 جرام، الكوبايه الواحده انتوا هتاخدوا من الرقم بقى 420 سعر حراري في الدقيق الاسمر. طب وفي الدقيق الابيض ما تختلفش، عشان بس اريحكم، لان في ناس دايما تقول ايه طب انا عايزه وصفات بكذا. لا بصوا هو واحد بس. مين اللي بيعلي سكر الدم اسرع؟ الدقيق الابيض طبعا. طيب انا هنا يبقى حطينا كوبايتين من الدقيق الاسمر هتلاقوا بقى بصوا السعرات مكتوبه في الجنب عشان ما اخدكوش. فهم كوبايتين من الدقيق الاسمر، مش هضيف عليهم مواد دهنيه نهائي. اضفت كمون واضفت ملح واضفت معلقه صغيره من السكر او العسل، واضفت عليهم معلقه كبيره مليانه من الجبنه القريش. تمام. طيب الجبنه القريش دي هي اللي هتديني طراوه للعجينه لان ما فيهاش زيت. طيب ممكن تضيفوا بدلها مثلثين جبنه بس تكون مش نباتي، ممكن تضيفوا بدلها بتاع ده جبنه ملح خفيف، ممكن ولا ده ولا ده تضيفوا معلقه من الزبادي، خلاص اي حاجه بس تدي طراوه. واضفت معلقه كبيره من اللبن البودر بدلهم ربع كوبايه من اللبن العادي بتاعنا. تمام كده. ان شاء الله هتلاقوا السعرات موجوده. آه خليها في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت او في الجنب، يعني هكتبها لكم في مكان هتلاقوها ما تقلقوش. هنعجن هنا بايه؟ هنعجن بميه. يبقى حطينا كوبايتين دقيق اسمر، عليهم معلقه من الخميره، عليهم معلقه من الملح، عليهم معلقه من الكمون والشمر ممكن اللي بتحبوه. خلي بالكم ان الحاجات اللي احنا بنحطها دي مش سعرات عاليه، لكن انتوا لو انتوا حسبتوا ان انا حطيت مثلا معلقه الجبنه القريش دي ب50 سعر، لو احنا بقى حسبنا ان احنا هنحط زيت ربع كوبايه مثلا من الزيت، هتلاقوا الرقم كبر قوي، يعني هتلاقوا الرقم كبر قوي لو ضفت ربع كوبايه من الزيت. فلو انتوا عايزين تضيفوها ضيفوها مفيش مشكله. تمام كده.
طيب يعني مثلا لو احنا قلنا الزعتر والحاجات بقى اللي احنا بنحطها دي مش مهمة خالص. لو انتي ضفتي عليها كوبايه من نص كوبايه، ربع، سوري معلش، ربع كوبايه من، هي حاسبه جامده خلي بالكم ربع كوبايه من نص كوبايه من اللبن، فهي تقريبا بتبقى يعني بحوالي مثلا نقدر نقول 40 سعر. طب خلاص، انا سبتها تخمر، ولان فيها خميره خلاص كده وهسيبها تخمر، وبعد كده هبتدي افردها، ولما افردها هبتدي اقطعها. ليكوا بقى مطلق الحريه، عايزين تقطعوها بشكل قراقيش قطعوها، عايزين تقطعوها بشكل كده بالقطعات اللي هي مدورة او مربعة اللي بتحبوه. ربع كوباية الزيت يا جماعة اللي هي 60 ملي ب 480 سعر، كتير على فكرة قوي يعني. والدقيق الاسمر 820 سعر كوبايتين. فانا هكتب لكم يعني السعرات لو انتوا عايزين تعملوها. المهم ان انتوا لو عملتوا الطريقة زي ما انا عاملاها، هنعمل ايه عشان تعرفي بقى انت ممكن تاخدي منها ايه؟ هتعملي ايه؟ هتبتدي تجمعي كل السعرات اللي موجودة في الوصفة اللي انت عاملاها، وتشوفي عملتي كام قطعة. دول طلعوا تقريبا حوالي 60 واحدة من قراقيش دي او البسكوت الحادق ده، طلعوا 60 واحدة. فانت لما تقسميهم على 1000 سعر، هم عدد السعرات 1000 900 وحاجة يعني، هيبقى الواحدة فيها 15 سعر. فهمتوا بقى الحكاية ازاي يعني؟ طيب نظام السعرات ده حلو بس صعب؟ لا هو مش صعب خالص. ليه؟ لان انت كل وصفة هتعمليها هتذاكريها، هترجعي تعمليها بنفس الطريقة، خلاص انت حفظتي. طبعا ممكن ما يطلعوش 60 يعني، ممكن تقطعيها اتخن ارفع، ممكن انت تغيري الشكل تعمليها قراقيش يعني، فهيختلف يعني السعرات في القطعة. بس انتوا لو عملتوها زي كده يعني ارتفاعها سنتي كده، او يعني ارتفاع العجينة سنتي. هنسيبها بقى تخمر، احنا كده ما خمرناهاش. تقدري ده بقى تحطي، انا حطيت كمون، تقدري تحطي زعتر، تقدري تحطي شمر، تقدري تحطي ينسون اللي بتحبيه. ان شاء الله هنعمل وصفة زيها حلوة باذن الله. بس هلعب في المكونات شوية بقى عشان تبقى طعمها حلو. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، بتاخد ربع ساعة لان هي متقطعة مش تخينة. بصوا شكلها حلوة جدا جدا. الواحدة من دول فيها 15 سعر. طب انا ممكن اكلهم ازاي؟ يعني انت مثلا فطرتي طبق فول تمام، زي اللي انا نزلته لكم في الشورتس النهارده، مش عارفه اقسمها بايد واحده بتبقى مقرمشه، فممكن تاخدي معاه 3، يبقى هتضيفي كام؟ 45 سعر. فهمتي قصدي ازاي؟ وهكذا. طيب في ناس بتقول ان الوصفات دي حلوه بس احنا رفيعين ومش مش عايزين نخس. اوكي، ما انتي رفيعه مش عايزه تخسي، بس برضو عايز صحتك تبقى كويسه. احنا اتفقنا يا جماعه الرفع والتخن ملوش علاقه. انتي رفيعه كلي حاجات مفيده، مش حاجات فيها سعرات كتير ومش مفيده لجسمك. فهمتي؟ حتى ممكن تبقي رفيعه وعندك كوليسترول، خلاص يبقى ممكن تبقي رفيعه والكوليسترول عندك عالي. ان شاء الله جربوا الوصفه هتعجبكم جدا. بتطلع لكم 60 قطعه من كوبايتين دي. هندخل في الوصفه اللي بعدها على طول، والوصفه اللي جايه دي مكرونه بالدقيق الاسمر. طيب اولا المكرونه اللي موجوده في السوق يا اما بالدقيق الابيض يا اما بالسميد. طيب هي تكنيك يعني مش سهل ومش صعب، يعني انا عاملاها لكم بطريقه سهله قوي، ولكن هي مشكلتها الكبيره ان هي ما بتتخزنش. يعني انت مش مثلا تقولي انا عايزه اكل مكرونه فتروحي وخلاص فاتحه كيس وعاملاها، لا هي لازم تتعمل وتتاكل طازه. فقلت نجربها مش هنخسر حاجه مع بعض. وبرده دي تبقى اولا هي طعمها مختلف خالص عن المكرونه اللي بتشتروها طبعا. هنا انا خدت حوالي كوبايتين من الدقيق، والكوبايتين من الدقيق احنا اتفقنا فيهم قد ايه؟ فيهم 840 سعر حراري. سيبكم بقى من المكرونه اللي احنا هنحسبها عشان دي هتبقى صعبه شويه، عشان مع الكميات مع عدد افراد الاسره مع الكلام ده. فالمكرونه خليها ماشيه كده ايه بالبركه زي ما بيقولوا. طيب كل كوبايه من الدقيق، على فكره دي طريقه عمل المكرونه اصلا، اي كوبايه من الدقيق ابيض اسمر سميد بتحطوا عليها بيضه. خلاص، يبقى كل كوبايه من الدقيق بتحطوا عليها بيضه. انا بالنسبه لي عامله كوبايتين دقيق، فحطيت على اول كوبايه بيضه، وعلى كوبايه الدقيق التانية حطيت بدلها ربع كوبايه من الميه. تمام، ممكن يبقوا بالطين، فهتبقى طبعا المكرونه عجينتها مغذيه جدا. حطينا ملح طبعا، وحطينا معلقه صغيره جدا معلقه صغيره جدا من الخل علشان البيض ما يبقالوش زفاره. بس كده. هنعجن بقى العجينه بتاعتنا، تاخد شويه ميه صغيرين مش كتير قوي، لان ايه احنا حاطين سوائل اللي هي البيض، وحاطين بداله، وكمان حاطين بدل البيضه التانية ربع كوبايه من الميه. عجينه المكرونه عجينه قاسيه مش طريه طريه هتروح وتيجي معاكي، لا عجينه ماسكه نفسها شويه يعني. هنبتدي بقى نضيف الميه واحده واحده كده، معلهاش خميره معلهاش اي حاجه. في مكنه اللي هي بيسموها بتاعه القدوسيه دي، عارفينها اللي بتفرد العيش،
دي طبعا جميلة، بتعمل مكرونة في ثانية، وممكن تدخلي في السن بتاعها كده تقطعيها مشرشرة او تقطعيها قطع كبيرة. يعني الصراحة حلوة جدا، بس سعرها بقى غالي قوي، يعني مبالغ فيه، سمعت انها ب1000 جنيه وكده، فاحنا اجرناها على ايدنا. طيب افرضوا ان انتوا عايزين تعملوا لازانيا بالدقيق الاسمر، نفس الكلام اللي انا بعمله ده معاكم. خلاص، هتفردوها وتقطعوها مربعات، اللي هي مربعات اللازانيا، وتعملوها لازانيا، هتبقى صحية بقى جدا يعني. طب ايه الفرق ما بينها والدقيق الاسمر والابيض؟ ان هو ما بيرفعش سكر الدم، بس بيديكي احساس بالشبع فتره طويله، ما بيعملش التهابات في الجسم، لكن هو بيخسس. مفيش حاجه اسمها بتخسس، سعراته عاليه زي ما انتم شايفين، انا قلت لكم اهو. في الكوبايه من الدقيق الاسمر 240 سعر حراري، 420 سعر حراري، فكتير قوي يعني. صح ولا لا؟ فهي واحد يعني. طب في حد قال لي احنا كده هنمنع النشويات؟ لا، انا ما قلتش امنعيها، انا قلت خديها بس بنظام. طب لو انا عايزه اخس، ما ينفعش اخدها بقى عمال على بطال، مش هفطر عيش واتغدى مكرونه واتعشى عيش تاني هتجيبي خسام منين؟ معلش، ما انتي ماليه جسمك نشويات، والنشويات بتتحول لسكريات، فهمتوا؟ هو الكلام مش يعني يبان لبعض الناس صعب شويه، بس انا حسيت ان اغلب حضراتكم عندهم استعداد يعني ان هم يسمعوا الحاجات دي، علشان يمشوا على نظام اكل كويس شويه. خلاص. اللي طبعا حاسس ان هو لا، اصل انا رفيعه فمش عايزه اخس، فخلاص يبقى الفيديوهات دي مش هتبقى ليكي. بس خلي بالك ان انت عادي جدا ان سكرك يعلى وانت رفيعه، عادي جدا ان انت الكوليسترول بتاعك والدهون الثلاثيه تعلى حتى وانت رفع الريشه. ليه بقى؟ لانك بتاكلي اكل مش صح. هي النتيجه واحده على فكره، مش بناكل صح عشان نخس، قلت لكم اكتر من مره الموضوع ده. هنفضل بقى وراها نرفعها قوي، عشان هعملها ايه، زي فوتوتشيني يعني. طبعا بقى لو عندكم، بقول لكم المكنه بتاعه المكرونه دي بتقطعها بقى شرايط رفيعه، وممكن بقى نعملها يوم مثلا الاشكال اللي هي ايه، مربعه، فوتوتشيني، نعرضها شويه دي هتطلع يعني فوتوتشيني شويه، تمام كده. طيب، هي الصراحه بتاخد مجهود، بس النتيجه بقى يعني، عايزه اقول لك لو كلتي طبق صغير جدا هتبقى مشبعه بشكل انت ما تتخيلهوش يعني. طبعا في مكرونه بتتباع دلوقتي بالدقيق الاسمر وبدقيق الشوفان، بس الصراحه انا حبيت اجربها في البيت، هي سعرها مرتفع شويه يعني كتير، يعني مكرونه بدقيق الشوفان تقريبا وصلت ل100 وحاجه، واللي بدقيق الاسمر نفس الكلام. بس يعني انا حبيت اجربها في البيت. بصوا بقى هنعمل ايه، هنتني كده. هي طبعا بتلزق قوي، لان انا ايه، فيها بيض وفيهاش اي دهون وفيهاش زيت ولا اي حاجه، فبتلزق عشان كده. هي دقيق وبيض بس، مش اكتر من كده، او دقيق وبيض وميه يعني. هقسمها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ومعانا طبعا دقيق اسمر بنشتغل بيه، وهنبتدي ايه نعملها كده ونتنيها بالشكل ده على ما فيش يعني، ونبتدي نقطعها. عشان اقطعها شرايط، وهوريكم طريقة تانية للتقطيع لو مش عايزين الطريقة دي يعني. هنعمل وصفات حلوة جدا جدا. الناس اللي بتقولي دقيق الشوفان عايزين وصفات، اعملي نفس اللي انا بعمله ده بس بدقيق الشوفان. خلاص، يعني بسكوت عايز تعمليه بدقيق الشوفان، اعمليه بنفس الطريقه دي واعمليه بدقيق الشوفان، يعني نفس المقادير اللي انا عملت بيها البسكوت اعملي بيها دقيق شوفان بدل دقيق اسمر. نفس الطريقه اللي عملت بيها المكرونه اعملي بيها دقيق شوفان بدل دقيق اسمر. بس انا الصراحه بحب الدقيق الاسمر اكتر. ليه بقى؟ لان اغلب الشوفان اللي موجود في مصر بيبقى مخلوط بدقيق ابيض. فعشان كده هي دي المشكله الكبيره يعني. فعشان تجيبوا نوع تتاكدوا ان هو شوفان اسمر حبه كامله يعني، بيبقى نوعه غالي قوي حقيقه. والدقيق اللي بيتباع اسمه دقيق شوفان بيبقى من دقيق ابيض مش من دقيق اسمر، يعني احنا برضو ما عندناش لسه الثقافه دي قوي هنا في المنتجات في مصر للاسف يعني. بس هرش هنا رشه دقيق اسمر كده عشان لما اطلع المكرونه بتاعتي ما تتلزقش. خلي بالكم بقى، لان انا سبتها كتير وركنتها ورحت عملت حاجات فبتلزق. عايزه كميه دقيق حلوه، شايفين رفيعه ازاي اهي. هنقطعها كده بقى ونبتدي نفردها ونعملها الطول اللي احنا يعني شايفينه مناسب يعني. سهله قوي على فكره. هي بس ايه يعني، بتاخد مجهود شويه، مش زي بقى ما تفتحي طبعا كيس مكرونه وتحطيه على النار. آه هي عشان سعرها غالي قوي، فعشان كده جربت اعملها، يعني سعرها مبالغ فيه، برغم ان هو نفس سعر الدقيق، هو الدقيق العادي، بس هما بقى عشان مستوردة او كده مغليينها. معرفش في منتج مصري دقيق اسمر ولا ايه، معرفش. بس تقريبا في نوع كده
لينو تقريبا عامله مكرونه بالدقيق الشوفان، هبقى اجربها ان شاء الله، هبقى اجيبها واجربها مع حضراتكم. انا قلت اجربها في نفس الفيديو اللي احنا عاملين فيه وصفات. طيب ممكن تفردوها كده بقى وتقطعوها بالسكينه، بصوا كده اسهل الصراحه بالنسبه لكم، عشان ما تقعدوش تفتحوا واحده واحده. بصوا اهو، بس تظبطوا ايديكم بقى، يعني تمشوا خط واحد كده، بس تظبطوا ايديكم شويه عشان تظبط معاكم. عشان نعمل منها وجبه هناخد شويه صغيرين قوي، يعني زي نص كوبايه كده بعد ما تتسلق، ونحط جنبها بقى فراخ، لحوم، اي حاجه، اي حاجه، وخضار، سلطه، يعني حطوا جنبها طبعا اللي انتوا بتحبوه. بصوا انا بقطعها ازاي اهو، على طول باخد شويه من الدقيق اللي انا حطاها عشان اعرف امسكها واتحكم فيها. اهي شبه الفوتوتشيني يعني بالظبط. ما تنسوش تدوسوا على علامه لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو ان شاء الله اول ما بنزله. وحاولوا تعملوا شير للفيديوهات وسط الجروبات اللي تعرفوها او على الفيسبوك. وانا على فكره بنزل وصفات على الفيسبوك. دلوقتي انتوا عايزين اللايف يبقى الساعه كام ويوم ايه؟ تمام، هنعمل لايف ان شاء الله، اكتبوا لي تحت في التعليقات عايزينه بس يوم ايه والساعه كام. يعني خليه بالليل الساعه 9 عشان يبقى كله خلص اللي وراه كده. اهي شايفين؟ بصوا طبعا بتكوني رشه دقيق حلو بتظبط معاكي، ما بتلزقش يعني. شايفينها؟ هنغلي ميه بقى عادي ونسلقها، يعني بس خلي بالكم يعني ايه، تبقى في ميه كتير عشان ما تعجنش منكم. تمام. هي عيبه زي ما بقول لكم ان هي تتعمل تتاكل، ما ينفعش تركن. هي تجربه حلوه يعني انتوا لو جربتوها تعجبكم، تقعدوا بقى شبعانين. يعني انا اليوم ده اللي اكلته فيها ما اتعشتش، شربت كوبايه حاجه سخنه وخلاص. في الفيديو اللي فات قلت لكم هستعرض معاكم المشروبات السخنه ونسيت للاسف. فهي كتير قوي، ينسون، نعناع، بابونج، بتاع ده، شاي اخضر، كل دي مشروبات سخنه، كركديه، باكيتات. هاتوا يعني، هاتوا مجموعه كده من المشروبات زي دي، هتساعدكم قوي في ان انتوا كل ما تجوعوا تاخدوا حاجه زي كده يعني. اهي شايفين المكرونه طلعت تقريبا حوالي 600 جرام، يعني ازيد من نص كيلو. بس حاولوا تفردوها كده عشان ايه ما تعجنش على بعض. بصوا هحطها لكم في طبق واوزنها لكم اهي. عشان ايه بقى توزنوها؟ عشان تقسموا السعرات، يعني لو انتوا بتظبطوا سعراتكم فهتقسموها وتشوفوا تاكلوا منها قد ايه بالظبط وكده، يعني فاهمين قصدي ازاي؟ لا هي ما طلعتش 600 انا بعتذر، 350 معلش، اصل الفيديو عاملاه من كام يوم انا بنسى الصراحه. خلاص كده اهي، انا قلت لو ضعفت الكميه 4 كوبايات هيبقوا 600 جرام، صح كده؟ تمام جدا. هتجيبوا بقى حله تحطوا فيها ميه تسخن، تحطوا فيها معلقه من الملح، وتبتدوا تسلقوها عادي زي اي مكرونه بتتسلق، بس هي ايه سريعه شويه في السلق على المكرونه العاديه. بصوا بقى نزلوها بشويش كده، يعني ما تحطوش كل المكرونه مره واحده علشان ايه ما تعجنش في بعض. بس هتسلقوها عادي وتصفوها، وهنسخنها بمعلقه من زيت الزيتون او من الزبده او اي ماده دهنيه يعني، ونرش عليها ملح وفلفل اسود. ممكن تعملوها بالصلصه عادي، انا بقى عملت طبق كده ورشيت عليه جبنه، آه جبنه موتزاريلا، بس جبنه موتزاريلا طبيعي، رشه بسيطه بس كده. ممكن بقى زي ما كده، بصوا ده الطبق اهو متقدم معاه مرشوش عليه جبنه، ومتقدم معاه لحمه فليتو مشويه، تبقى وجبه يعني متكامله للي يحب ياخد وجبه متكامله. متنسوش اللايك، اشوفكم في فيديو جديد على خير، سلام.